الاهالي هاجمين على قطر القمح بيوقفوه. مش باقي مني غير شوية ضعيف عينيا انا مش عايزه. لو كنت يوم هلمحك وانت بتوطي بمعركة ما فيهاش ولا طيارة ولا جيش، وانت في طابوري عايش بتبوس ايدي الزمان ينولك لقمة، بتبوس ايدي الزمان. خلال اليومين اللي فاتوا دول شفتوا حضراتكم على مواقع إخوانية ومواقع إثريين ومواقع ناس بلطجة، أصحاب بلطجة فكرية، وناس عندهم يعني أغراض غير سوية تجاه الدولة المصرية. تحذير لحضراتكم، والتحذير جاي في إطار محاولات استغلال ما يجري من أسعار بقالها فترة. وجابوا عربية محملة بطاطس، شاحنة يعني محملة بطاطس، وقالوا شفتوا يا جماعة المجاعة، شايفين الشعب المصري بقى بدأ يهبش وبدأ يسرق وبدأ ينهب لأنه مش لاقي ياكل. ما تخليش حد زي ما تجروا بيك في 25 و 28 يناير تجروا بيك ونزلوا تقريبا نفس الشعارات ونفس على فكرة اللي بيشتغلوا الحكاية دي النهاردة هم الإخوان والطابور الخامس بالكامل. دي بلادنا اللي في رقبتنا، يا كل اللي مسؤولين معايا، يا اللي في الجامعة، يا اللي في الإعلام، يا اللي في الصحة، يا اللي في التعليم، يا اللي في الجامع، يا اللي في الكنيسة. انزلوا شوفوا البلد عاملة ازاي وبصوا بعين حقيقية. امسك ايدك يا امسك ايدك. انا بعلمك تبقى حريص يا بايه؟ اديني حاجه عشان ابقى حريص عليها. انا ما عشان بقبضش. انت توفر لنفسك يا سيارة أهو محملة إيه؟ محملة بطاطس أهي أهي. وفي ماشية العربية ببطء، يعني في المطبات في الحتة دي عربية محملة فماشية ببطء. مش حاسس. انا حاسس يا جماعه ان هو شايف حاجه احنا مش شايفينها. هو شايف حاجه ضل. الولاد اللي معاهم تورسيكل ومعاهم اهو زي كده عصابه، يعني شايفين زنقوا عليهم وبداوا دي عصابه اهو. بص خد يلا غطى العربيه دي عربيه احنا سارقينها، بس سارقينها من واحد حرامي عشان نعرفه ان الحرام ما بيدومش، عشان الدنيا هنا امان يا اسطى، ما فيش كلام ده. دول مش مواطنين يا جماعه، الدنيا دي مكان طريق اهو، ده مكان طريق، ده فين؟ في منطقه غير مأهوله يعني ما فيهاش اهو، في العبور، ده في طريق العبور اهو. ايه ما تخلينا في الاستخبص. لا يا سيدي المعلمين، استخبص ليه؟ احنا هنا المنطقه مش امان يا ابني. احنا ما عندناش حاجه غلط وما عندناش حاجه بتدارى. هو عايز يعمل انقلاب على الدولة وانقلاب على الرئيس وياخد حضرتك يقول لك شفت الغلاء، هو انت مستفيد ايه؟ تعالى. اللي الاخوان والاثريين وجماعه بتوع السوشيال ميديا اياهم خدوا دي وقال لك مصر تتعرض الى، واسمع الناس لا حول ولا قوه الا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، ويا جماعه مصر فيها مش عارف ايه ومصر فيها، وحملوا الواقعه او الفيديو او الصوره ما لا يحتمل. حقيقي تسمحوا لي اشخر. لو انتوا شفتوا او الناس تابعت على وسائل التواصل الاجتماعي كيف تم استغلال وكيف تم التعامل معاه، ركبوا عليه اصوات، ركبوا على الفيديو اصوات، الشعب المصري مش لاقي ياكل. انا مش لاقي اكل، انا مش عارف اعلم، مش عارف اعالج، مش عارف اشغل، مش عارف اسكن. الشعب المصري بيهبش، الشعب المصري بيعمل عمليه سطو، شيء يعني خارج اطار العقل والمنطق، واستخدموه وحطوا عليه اصوات وغيره. هي دي بلادنا، دي بلادنا اللي في رقبتنا. ايه يا عم سيد؟ يا عم سيد طب وبعدين يا عم سيد اعمل ايه طيب؟ وجهني يا عم سيد. معلش لا مؤاخذه. هات لي يا ثروت كده لو سمحت. يعني اهو شايفين بص، شايفين يا جماعه مركبين اغنيه على اهو، شايفين؟ لا خلاص ثروت خلاص كفايه اهو، مركب اغاني تقطع القلب. يعني بقى دي الواقعه صورت خدوها اياهم اخواننا البعده، ركبوا على اغاني تقطع القلب. الحق بقى الشعب المسكين اللي مش لاقي ياكل، الحكومه سايباه ورئيسه سايبه والاعلام عمال ينافق وعمال يعمل. اصل انت لما تحسبها جايز يا سيدي المعلمين لما انا قلت كده برضه، قلت كده بالظبط زي ما انت قلت بالظبط. مفيش واحد مواطن شريف محترم دخل في الموضوع ده، مفيش صفحة محترمة وطنية داخلة في الموضوع ده، كلها صفحات معمولة من تركيا، من قطر، من مصر، من العناصر إياهم، من أمريكا. يبقى الهدف الأساسي إنه مش بيقول بس إن الشعب جعان
ومش لاقي ياكل وبيسرق شويه بطاطس من العربيه يا محمد. لا، ده هو عايز يقول ان البلد دي غير امنه، عايز يقول ان في سطو، عايز يقول ان مفيش امن وامان، عايز يضرب الاستثمار ويضرب السياحه ويضرب كل حاجه. استغفر الله العظيم يا رب، حد يعمل كده في ايام مفترجه زي يعني لو هو كان عملها في ايام مش مفترجه كان بقى كويس. انت راخر انا ما اقصدش تناقض. خلاص يا فتحي. بقول كلام امامي، شايف كل شويه اطلع في مشكله، الحق مشكله، الدوله عملت، الدوله خلت، الدوله راحت، الحق كذا، الحق كذا. عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي وإن الشعب المصري يضيع فيها، لا 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 لا، أنا بتكلم بجد. هذا الموضوع أنا بقوله على الهوا. عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم، لا ما نقعدش في مكاننا، لا لا ما نقدرش. يلا ما تتكلمش معايا في الكلام ده خالص. يلا يعني ايه ما اتكلمش معاه؟ اتكل على الله يا ده الظلم ده. اتكل على الله يا كده؟ طب هتشوف. الشرقيس